في بيت كل اللي دخلوه ما خرجوش، وفي صحفي دخل يتنقل في البيت ده ولقينا تسجيل صوته، بس هو نفسه ما طلعش تاني. التسجيل ده هو اللي هتسمعه دلوقتي، بس خليك فاكر اللي بيسمع القصة أوقات بيكملها بنفسه. اسمي حسام، صحفي حوادث في جريدة مشهورة. من 3 سنين وصلني بلاغ غريب جدا. في بيت في منطقة مهجورة كل اللي سكنوا فيه اختفوا. رحت هناك ومعايا كاميرا ومذكرة. كنت فاكرها زي أي إشاعة. البيت كان شكله قديم، بس الغريب كل الشبابيك متسوسة إلا شباك واحد بس كان مفتوح وبيتهز، كأن في حد واقف ورا الستارة. دخلت لقيت الريحة تقرف، دم قديم، وكأن في حاجة ميتة هنا. وأنا بفتش لقيت ألبوم صور، كل صورة فيها وش متشوه أو حد باصص ناحية الكاميرا بعيون ميتة. في واحدة من الصور لقيت نفسي فيها، أيوة، صورتي وأنا واقف قدام نفس البيت، رغم إني لسه داخل حالا. بدأت أسمع صوت خطوات جاية من فوق. طلعت السلم، كل خطوة كانت بتزيق بصوت مرعب. وصلت الباب اللي فوق، فتحته بهدوء. لقيت أوضة مليانة صور ضحايا، كلهم مكتوب تحتهم كلمة واحدة: دخل. سمعت صوت ورايا بيقول: وانت كمان دخلت يا حسين. اتجمدت، رجعت لورا بسرعة، بس الباب اتقفل. حاولت أكسر الشباك، بس كان مفيش شباك أصلا. البيت نفسه كأنه اتغير، كأني دخلت عالم تاني. آخر حاجة فاكرها إني سمعت صوت خربشة وجملة واحدة اتكتبت على الحيطة بالدم: اللي بيكشف السر بيتحبس معاه. والنهاردة لو بتسمع قصتي، خليك عارف إنك مش لوحدك في الأوضة. والصورة